حسام حسن يواسي صلاح ومرموش بعد الخسارة. رسالة دعم من القلب عقب ركلات الترجيح. تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مع الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش عقب إهدارهما ركلات الترجيح أمام منتخب نيجيريا في المباراة التي أقيمت يوم السبت ضمن تحديد المركز الثالث والرابع في كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، والتي انتهت بفوز نيجيريا 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي 0-0 في الوقت الأصلي. وعلم موقع الوطن سبورت من مصادره أن حسام حسن حرص على دعم الثنائي فور عودة اللاعبين إلى غرفة الملابس، مؤكدا لهم أنهم قدموا أداء متميزا طوال البطولة، وأن الأخطاء واردة لكل اللاعبين في جميع أنحاء العالم، ووجه لهم الشكر على مجهودهم الكبير مع باقي زملائهم. وأضافت المصادر أن المدير الفني كان هادئا في تصرفاته، وركزت رسالاته على الدعم المعنوي والتحفيز للاعبين بعد نهاية مشوار المنتخب في البطولة، مؤكدا لهم أن المركز الرابع ليس نهاية المطاف، وأنه فخور بما قدموه على أرض الملعب. في لحظة يمكن أن تهز أي لاعب، اختار حسام حسن أن يكون القائد الحقيقي خلف الكواليس، لا لوم على الأخطاء ولا غضب على اللحظات الفاصلة، بل كلمات تشجيع واحتضان معنوي تعكس قيمة القيادة الحقيقية، أن تعرف كيف ترفع معنويات فريقك بعد الهزيمة وتجعلهم أقوى للاستحقاقات القادمة. لقطة ليست فقط عن كرة القدم، بل عن الرجولة والروح الرياضية.